السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عندي في القناة. اليوم ان شاء الله غنوجدوا فقاس اللي كيجي مقوم وكيجي مقرمش ورائع في المذاق. فعلى بركة الله ندوزو المقادير. كناخذوا قصرية كنوضع فيها واحد الكاس ديال العنبة ديال الزنجلان، وكاس كذلك ديال العنبة ديال اللوز اللي درتو في الماء وطلعت فيه واحد الغليه وصفيته، واحد زلافه ديال السنيده، وجوج معالق كبار ديال النافع وحبه حلاوه، واحد 6 الحبات ديال البيض. وبالنسبه للسنيده فراه على حساب الذوق ديالنا، لا بغينا نقصو راه ممكن نقصو منها. كنا كنبغيو الفقاس يكون حلو راه ممكن نديرو هذيك الزلافه كامله كيف قلت لكم، 6 الحبات ديال البيض، وواحد شويه ديال الملحه لتصحيح الذوق، وزلافه ديال الزيت العاديه. كناخذوا المقادير كاملين كنديروهم في القصريه وكنحركو مزيان حتى كذوب لينا هذيك السنيده مزيان، وكي يندمجوا لينا هذوك المقادير ديالنا. فمن الاحسن نخلطوا الخليط ديالنا مزيان مزيان باش ما يبقاوش هذوك الحبيبات ديال السنيده. ومن بعد راه كنضيفوا الدقيق اللي كنكونوا مغربلينو. كناخذ واحد الكيلو تقريبا ديال الدقيق، فكيبقى ليا منه واحد 150 او لا 100 غرام اللي كتبقى ليا من كيلو ديال الدقيق، على حسب النوعيه ديال الدقيق. الا كان كيشرب راه في ساع غادي يجمع لك، الا كان ما كيشربش راه القياس اللي غتحتاجي. وكنضيف واحد جوج خمارات كيماويات وكنبقى كنخلط حتى كتجمع ليا العجينه ديالي. والدقيق راه كنضيفو على دفعات بشويه بشويه حتى كنكمل الدقيق اللي عندي كله، حتى كنحصل على القوام اللي بغيت في الفقاس ديالي. ما كيكونش قاصح بزاف وما كيكونش مرخوف بزاف، يعني العجينه ديالو كتكون بين وبين، كنحس بها في يدي ما تبقاش تلصق ليا في يدي ملي نكون كنعجن فيه اولا كنجمع فيه بالدقيق. فكنستعمل هكا كيف قلت لكم حتى كنجمع العجينه ديال الفقاس ديالي. المهم حتى ما كتبقاش العجينه تلصق لينا في ايدينا. فهذاك الكيلو بقات ليا منه واحد 100 غرام اولا 150 غرام اللي بقات فيه. فهذا هو القوام اللي حصلت عليه. فما تكونش العجينه قاصحه وما تكونش رطبه بزاف، تكون بيناتهم. فمن بعد كناخذ لاطا وكندهنها بالزيت وكنرشها بالدقيق، او الا كان بابي كويسو راه كنديروه. كناخذ العجينه ديالي وكنقطعها كويرات وكنبدا كنشكل في هذوك الكويرات ديالي، كنبدا نحربل فيهم بهذه الطريقه. هذه معروفه الطريقه ديال الفقاس. كنوضعهم في اللاطا، كنكمل الكويرات اللي عندي كاملين وكنوضعهم في اللاطا، والا كانت جوج لاطات كنقسمهم على جوج. المهم كنوضعهم بهذه الطريقه هذه. والا كانت شي بلاصه ما مقاداش كنحاول نقادوها بهذه الطريقه. وكناخذ واحد البيضه، مع هنا درت انا بيضه مع شويه صوص صوجا، وكندهن بها الفقاس ديالي. فكندهنو المره الاولى وكنعاود ندهنو المره الثانيه. وكناخذ واحد الفرشيط وكندير بها واحد الخطوط من الفوق ديال الفقاس بهذا الشكل هذا، غير على حساب باش تعطينا ديك الديكور في الفقاس. ملي نقطعوه كيجي الشكل ديالو زوين وكيجي المذاق ديالو رائع. صدقوني راه كيجي مقرمش هذا الفقاس وكيجي رائع. الا جربتوه ما غاديش تندموا عليه. كناخذ واحد الكيغدو وكنحاول انني نتقب به الفقاس ديالي غير من الجناب من التحت، ما تجيش باينه، غير باش ملي ندخلو الفران ما يتفرقعش ليا. فكنكون ديجا مشعله الفران باش يسخن وكندخلو كنشعل عليه من التحت حتى كيطيب، وكنولي كنشعل عليه من الفوق. فمن بعد ما كنخرجو كنديرو في واحد الزيف اللي يكون مرطب بالماء وكنغطيه مزيان وكنخليه حتى كيبرد تماما كيف ما كتشوفوا. فانا هنا خليته حتى برد مزيان، خليته ليله كامله فما كيتفلتش، ما كتقطع منه حتى شي حاجه. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. ملي طاب راه كيجي مقرمش ومقرمل. فإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد بإذن الله.